صباح الخير على حبايبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ انا مع امال من قناه منوعات امال العبيدي. اتمنى لاول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الساعه 7:15. النهارده ان شاء الله الخميس. هبتدي معاكم روتيني، اول روتين ليا على القناه. هناخد اليوم من اوله لان الخميس بالنسبه لي يوم سبيشيال في الاسبوع كله، فعشان كده حبيت اعمله لكم روتين. تعالوا مع بعض ناخد اليوم من اوله ونقول بسم الله ونبتدي كده ان شاء الله. انا هروح كده دلوقتي على المطبخ احضر الفطار للبنات عشان نازلين يروحين المدرسه. اعمل لهم الكورن فليكس بتاعهم، واعمل لهم السندوتشات. يا دوبك هدفي اللبن بس واحطه عليه واعمل السندوتشات بتاعتهم والبسهم وانزلهم. وبعد كده نبتدي بقى المشوار بتاعنا بتاع يوم الخميس من بداية اليوم كده. ان شاء الله يكون يوم خفيف عليكم واتمنى يعجبكم، ونبتدي بقى ان شاء الله مع بعض. خلصت للبنات السندوتشات بتاعتهم. ده اللانش بوكس بتاع انسه الاء، ودي الازازه بتاعتها، ودي ازازه الانسه جنى. طبعا جنى في تانية اعدادي، ربنا يحرسها ويحميها. بتاخد في كيس بتقول لي ماما انا كبرت على اللانش بوكس. عملت لهم الكورن فليكس بتاعهم طبعا. ودي الخناقه بتاعت كل يوم، العسل بالليمون. ده يا الاء العسل بالليمون، واقفه جنبي وعماله تعمل لي كده عشان مش عايزه تشرب العسل بالليمون. ودي الانسه الاء خلصت جريت ومع بعض ان شاء الله مكملين يومنا. اروح اسرح لها شعرها واخلص لهم طلباتهم وانزلهم، ومع بعض ان شاء الله. خلاص الباص كده رن عليا والبنات نازلين. انا بتلبس الكوتشي بتاعها وانا سجن. يلا يا جوجو، يلا يا لولو، لهم الشنط بتاعتهم. ودي يا جنى، خدي يا لولو. معلش معلش، مفاتيح. هنجيب لك المفاتيح، اصبري. خدي شنطة اختك كده اجيب لك المفاتيح. باي يا لولو، يا لولتي، لولتي، باي يا لولتي. يلا يا لولو نزلي. اقف لكم في البلكونه. ها مشوا البنات الحمد لله بالسلامه. كده دلوقتي الساعه كام؟ نشوف كده الساعه كام دلوقتي. الساعه 7:10. اروح بقى انا انشر الغسيل بتاعي ده عشان الغسيل اللي على الحبال. زي ما انتوا شايفين الاوضه طبعا بعد ما مشوا. السرير التاني عليه افنان والأوضة التانية جوزي نايم. مش هعرف أعمل أي حاجة إلا لما يصحى يروح الشغل. أنا عادة يوم الخميس مقسماها كده. خميس بشيل في السجاد وشيل في الفرش كله بتاع الشقة، وامسح الشقة كلها بالخرطوم واغير كل حاجة. الخميس اللي بعده بعمل كده حاجات على على الوش قوي، يعني مش على الوش قوي قوي يعني، بس بنضف برضو الشبابيك ونفض السراير وحوالين العفش وكده، واكنس الارض كنسه حلوه، وارفع السجاد كده من الجوانب واكنسه واطوق بالشرشوبه. بس الخميس التالت بقى بعمل عامله شويه شيء اشد شويه من الخميس اللي هو اللي قبله. وبعد كده ارجع تاني اشيل بقى السجاد وهكذا. متعوده على كده صيف شتاء، يعني تقريبا بمسح الشقه كل 3 اسابيع. هروح انشر الغسيل. اه نسيت اقول لكم انا بعمل ايه برضو. تعالوا معايا كده على المطبخ اوريكم انا بعمل ايه. ده بقى مش كل خميس، ده كل يوم تقريبا، ما عدا الجمعه والسبت، او تقريبا السبت بس الجمعه لا. بعمل نص كوبايه ميه عليها معلقه كركم، او لا نص معلقه كركم وعصره ليمونه، نص ليمونه يعني، وبشربها. لقيت فوائد كتيره جدا على النت بتتكلم في الكوبايه دي. بتعمل من امراض كتير قوي. يعني سيرش كده على جوجل عليها، يعني هتلاقوها مفيده قوي. انا كنت بعمله الاول باللبن، بس لقيت جروب منزل وصفاته بالوصفه دي، فقلت اما اجربها برضو. حلو قوي، فيه كالسيوم
في مضاد للالتهابات، الكركم، حاجات كتيره بقى. ادخلوا كده واعملوا سيرش عليها هتلاقوه، يعني دي فايده عاليه قوي يعني. وهعمل كوبايه اعشاب لافنان عشان صحيه تعبانه وبطنها وجعاها. خليكم معايا. هودي بقى دي الافنان تشربها عشان صحيه تعبانه. عندها مغص شديد جدا، عزكم الله، ورجعت. فمش عارفه، مع اني كنت كاشفه لها من يومين عشان عندها التهابات، عندها قصدي حصو بتاع ده، اللهم صل على النبي، املاح. عندها املاح على الكلى، بس مش عارفه ليه بقى بطنها وجعها وتعبانه كده. النهارده اروح اوديها بقى الاستشاره ولا ايه مش عارفه. واشرب انا ايه الكوبايه بتاعتي دي، واقعد شويه على النت لغايه جوزي ما يصحى يروح الشغل، عشان مش عارفه اعمل اي حاجه وهو موجود. ومكملين مع بعض، وما تروحوش اي حته، خليكم معانا. هنقضي يوم حلو قوي قوي مع بعض النهارده ان شاء الله. لان انا يوم الخميس برضو بنزل اروح عند ماما، بقضي اليوم كله هناك تقريبا لغايه بالليل. معرفش بقى بنطلع مثلا 3 4، لان مامتي ساكنه جنبي طبعا. فيا رب اليوم يعجبكم ان شاء الله. اعمل بقى الاوضه دي، هبتدي بيها. هفتح الشباك، بس زي ما انتم شايفين كده منظرها. كان عندنا درس، وفي درس تاني النهارده طبعا. فهخلص الاوضه دي كده، مفيهاش حاجه كتيره. ندخل على الاوضه اللي بعدها. وخلاص زي ما انتم شايفين كده خلصت الاوضه اهي. حطيت الترابيزه عشان الدرس. طبعا الفرشه الحافظه دي، لان السجاده زي ما انتم شايفين بيج، فبتتبهدل من رجل العيال وكده. ده شكل الاوضه بعد ما خلصت، جميله ونضيفه زي الفل. هنزل بقى، مرات اخويا اتصلت بيا، هنزل نروح نجيب التموين بتاع الشهر وخزيننا بتاع الشهر كله، ليا وليها ولمامتي ولاختي، وارجع اكمل ان شاء الله. هندخل بقى على اوضه النوم اهي. بس انا مش هقدر ادخل اكتر من كده عشان بصوا في مرايات كتيره في الاوضه. مش هعرف. هروقها برضو. انا كنت بره بقى ولسه جايه حالا، جبت حاجه التموين بتاعتي، حاجه الشهر، بس مستنيه اروح اكمل بيها واكمل الاوضه بتاعتنا دي برضو، ومع بعض مستمرين نكمل اليوم. واتمنى يا رب الروتين بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. هخلص الاوضه دي وارجع اوريها لكم بعد ما تخلص. ورجعت لكم حبايبي بعد ما خلصت اوضه النوم. خلصت كلها اهي، بصوا بقيت زي الفل وريحتها جميله. انا بستخدم في التطويق بتاعي او في المسح، لما باجي امسح بالخرطوم وكده بستخدم الكلوركس 5 في 1، بيعمل ريحه حلوه قوي في الشقه. هو اللي انا بستعمله كلوركس منظف ومطهر منزلي 5 في 1، جميل قوي. وفي روايح كتيره، ده بنسيم البحر، وفي بقى حاجات كتيره، في بالنعناع، في باللافندر، حاجات كتيره قوي. وهدخل كده بقى ان شاء الله على اوضه البنات، وبعد كده اخلص الصاله. بصوا الصاله مزبله، مزبله بمعنى مزبله يعني. ومشغله رضا البحراوي. بسمع اغاني وانا شغاله في الشقه، بحب كده اسمع اغاني. هدخل بقى اوضه البنات اخلصها وارجع لكم. واخيرا خلصت اوضه البنات، زي ما انتم شايفين كده اهي المكتبه بتاعتهم. السراير غيرت الدفايات لان لقيت عليها بقع شوكولاته كده، فرحت مغيراها. انا في الشتاء ما بحطش اللهم صل على النبي، ما بحطش ملايات، بحط الدفايات بس. فكنت بحتار قوي في الكياس، كانت بتتغسل والملايه تفضل زي ما هي ما تتغسلش. فجاتني فكره السنه دي، قلت اما اعمل ايه. كان عندي الدفايه دي بتاعت اللي انا عاملاها للمخادد دي، والخداديه كانت عندي قديمه، فوديتها لواحده عملتها لي اكياس مخده وخداديه، عملت لي طقمين. فانا كده شلت الطقم اللي كان محطوط وحطيت الطقم ده. هو اي نعم هيبقى كل حاجه شبه بعضها كل مره، هو نفس البتاع، بس مش مشكله، حاجه تقضي الغرض. احنا كده كده في الشتاء ما حدش بيدخل ولا حد بيخرج علينا، ولا في الصيف وحياتكم. فايه الدنيا كده ايه الحمد لله بقت تمام، والارض نظيفه زي الفل. انا طبعا السجاد دوت اصلا بالنسبه لي حاجه مؤقته، ده كان موجود في الاوضه الثانيه لما كانت اوضه البنات الاوضه الثانيه. والستاره دي برضو مؤقتا لغايه ما ربنا يكرم ان شاء الله. هجيب الستاره والسجاده كشمير. وطلعت لهم البطاطين التانية، هم معاهم لحفة، بس انا قلت المره دي السنه دي اطلع لهم بطاطين، لان اللحاف بيبقى خفيف فبينطروا من عليهم. فقلت البطانيتين فوق بعض يبقوا ايه تقال على بعض، ما يكشفوش نفسهم. وبنشد بنت عمي اميره وانا بعمل الفيديو، عشان انا سالتها على السجاد الكشمير،
ولسه ما سالتليش عليه. يا ريت يا اميره لما تشوفي الفيديو تسالي لي على السجاد وتقولي لي سالتي عليه ولا لسه. اوه. واخلص بقى الصاله بكل اللي فيها ده. بصوا مليانه بقى، مليانه 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 مليانه. اخلص بقى الصاله قبل البنات ما يجوا. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 1:15. قدامهم ساعه تقريبا الحق اخلص فيها الايه الصاله. هخلص الصلاه وارجع لكم. ولسه بسمع اغاني. بصوا حبايبي انا شويه اهو لميت الكركبه. لميت الكركبه اللي في الصاله وحطيت البياضات بتاعت الركنه. بصوا الكركبه كلها كده تعتبر اتشالت. لسه بقى هكنس. بس بكنس قدام الباب الاول. بصوا ده هنا كده قدام الباب عندي. هكنس كله دوت ونزل جرد الميه كده على تحت، لان بصوا زي ما انتم شايفين السلالم اسمنت مش رخام. لسه ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعملها. هخلص بره وادخل اكنس جوه وبعد كده اوريكم المطبخ بقى. يلا. الحمد لله خلصت الصاله. بصوا خلصتها وطوقتها. فاضل بس مستنيه الحته دي. الحته دي تنشف علشان بصوا العيال رامين المفتاح فين. بنات جم من المدرسه. استنى الحته دي تنشف عشان احط فيها الدواسه بتاعتها. وهم جم من المدرسه بيقلعوا هدومهم وبيرموها لي جنب الغساله. النهارده الخميس طبعا، فعلشان ايه تتغسل بقى. انا بغسلها لهم مرتين في الاسبوع. ده الحمام معلش نقفله بقى ملوش كده. بصوا انا عامله الباسكت ده بحط فيه اعزكم الله الشباشب والحاجات بتاعه الحمام، عشان طول ما هي بتبقى هنا على الدواسه اللي داخل واللي خارج بيقعد يخبط فيها. ندخل بقى على المطبخ. وده التومين بتاعي لسه ما شلتهوش. وادي المطبخ بتاعي بكل حذافيره. علبه الجبنه ما اتشالتش. دي الاطباق اللي البنات فطروا فيها الصبح. دي بقى شويه كوبايات مع مش عارفه ايه وكده، والاعشاب اللي كنت عاملاها الافنان. يعني شويه مواعين مش كتيره الحمد لله. اظبط بقى انا الرخامه بتاعتي دي كده. محضر الفطار للبنات. وادي كام كوبايه برضو في الحوض والكبه. شويه مواعين عايزين يتشالوا. وده البوتاجاز انا من امبارح نقع العيون بتاعته. بصوا من جوه رشه فيه اللي هو سيترس دوت. بصوا المنظر عامل ازاي. بس ده على فكره ده شاي مدلوق فعمل كده مع الشاي. انا امبارح بقى مسكت الفرن نضفتها وخليتها قشطه. بصوا شلت الازاز ده اللي هو دوت، شلته فكيته وشلته وايه رجعت غسلته وحطيت كل حاجه وخليت الفرن قشطه من جوه اهي. بصوا نضيفه وجميله ازاي. كويس الارض ما فيهاش حاجه يعني شويه كده بس عاوزه تتكنس. وطوق الحتت المكشوفه ورتب كده تحت الحوض الخزان والباسكت، ورتب الازايز دي والحاجات دي. واوريكم بقى ايه المطبخ بعد ما يخلص. بس الاول افطر بقى وافطر البنات، لان انا عايزه اقول لكم الساعه دلوقتي 2 وانا لسه ما فطرتش اصلا. فاكل البنات وادخل بقى اشوف ايه مشواري مع المطبخ. واخيرا يا جماعه خلصت الحمد لله وخلصت الحمد لله. افنان غسلت لي المواعين وشالت اللي عاوز يتشال مكانه. وهنا البوتاجاز زي ما انتم شايفين اهو قشطه. بس انا سايبه ايه العيون بتاعته هنا بتصفي، عشان ما لو حطيتها كده بتبقى مسدوده ما بتبداش تشتغل النار. والارض زي الفل والدنيا راقت الحمد لله وخلصت. وده البرطمان اللي كنت عامله فيه الزيتون خلص والحمد لله. وعاوزه اقول لكم ان انا الفيديو يعتبر كده هيبقى طويل جدا لو كملت بيه اليوم. فانا هختم معاكم الفيديو دوت وليه تكمله تاني. هنزل الفيديو التاني بعديه بقيه اليوم بقى عند مامتي. فانا دلوقتي هسيبكم على خير ان شاء الله في تكمله للفيديو بقيه الروتين. هاخد شاور واغير واصلي العصر وانزل بقى عند ماما واكمل معاكم الفيديو. بس هيبقى في فيديو تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. حطوا لايك.